مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم هذه الحلقة من كلمة سواء نكمل فيها ما بدأناه في حلقتين مضت. يعني كنا نتناول فيهما العلاقة بين الصحابة وأهل البيت، كيف كانت هذه العلاقة وما الذي كان يكسوها من مودة ومحبة ومصاهرة. ودللنا في بداية الحلقة الماضية وقلنا لو لم تكن هذه المودة والمحبة متجذرة ما بين الآل والأصحاب ما سمى باقي الأئمة بدءا من علي زين العابدين إلى علي الهادي ويعني غيره من الأئمة أبنائهم وبناتهم بأسماء عمر، الإمام عمر، الإمام أبو بكر، الإمام عثمان، وأم المؤمنين عائشة. فلو قال الشيعة إنهم سموا ذلك تقية في حياة هؤلاء الخلفاء الراشدين الثلاثة لقلنا طب ما الذي كان يدعو الأئمة من بعدهم بدءا من علي زين العابدين إلى الحسن العسكري أن يسموا أبنائهم بهذه الأسماء إن لم يكن الدافع الحب والمودة والقرب بين الآل والأصحاب. نكمل في هذا السياق حلقة اليوم. اسمحوا لي أن أرحب بضيفي ضيفكم الكريم فضل الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. مرحبا بك شيخ. أهلا وسهلا بك أخي محمد وبالإخوة المشاهدين الكرام في كل مكان. نبدأ نكمل، يعني كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية وقلنا بعض الشواهد من كتب القوم. نكمل هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن أمور. أولا المحبة والمودة بين علي بن أبي طالب وبين الخلفاء الراشدين، وأثبتنا ذلك من كتب الشيعة، ومنهم أن جعفر الصادق أمر بتولي أبي بكر وعمر وعثمان لما سألته تلك المرة. والمدح والثناء أن عليا رضي الله عنه مدح أبا بكر وعمر وأثنى عليهم. كذلك سنتكلم اليوم عن أمور من ذلك المصاهرة، يعني أن يتزوج إنسان أو يزوج، هل هذا يدل على أنه بينهما علاقة أو لا؟ مثلا نأتي إلى كتب الشيعة حتى ننظر من الشخص الذي يزوج. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوا. من كتب الشيعة. أول نبدأ النبي صلى الله عليه وسلم زوج عثمان أو لم يزوج عثمان بنتيه وليس بنتا واحدة، رقية وأم كلثوم. رقية وأم كلثوم. مثلا عندنا مستدرك الوسائل للنوري الطبرسي الذي هو المجلد الرابع عشر. طب نشوفه بس شوف. مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل. نعم. المجلد الرابع عشر ماذا يقول فيه من أحاديث وروايات حول الزواج، من نزوج؟ يذكر عن علي عليه السلام. اذكر الصفحة عشان الصفحة 188. عن علي عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من القائل؟ علي الرسول. علي ينقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. نعم. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يرد المسلم أخاه إذا خطب إليه ابنته إذا رضي دينه وأمانته. الحديث الثالث أبو جعفر قال إذا خطب إليكم رجل فرضيتم دينه وأمانته. الحديث الرابع قال من جاءكم خاطبا ترضون دينه وأمانته. إذن هذه أربع روايات والمستدرك من الكتب الثمانية من كتب الشيعة. نعم. المعتمدة عندهم. السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم طبق هذه الأحاديث أو لم يطبقها؟ نعم، لابد أنه طبقها. عثمان بن عفان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فتزوج البنت الأولى ثم تزوج البنت الثانية. هل النبي عليه الصلاة والسلام رضي دين عثمان وأمانة عثمان وخلق عثمان أم لا؟ أكيد رضي. طيب إذن هذا شهادة من كتب الشيعة على أن عثمان رضي الله عنه مرضي الدين والأمانة والخلق. نعم. إذن جميل جدا. إذن هذا شهادة على أن النبي عليه الصلاة والسلام ما صاهر عثمان إلا لعلمه بدينه وعلمه بأمانته وعلمه بأخلاقه، وإلا هل النبي لا يطبق هذه الأحاديث؟ هل هذه الأحاديث لنا نحن أما النبي عليه الصلاة والسلام لا يطبقها؟ بل النبي يطبقها أولا، يبدأ بنفسه. لكن الشيعة ماذا فعلوا؟ قالوا أصلا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له بنات إلا فاطمة فقط. فاطمة التي زوجها علي. طيب والبنتان؟ أليس هذا مخالف للقرآن الكريم؟ يا أيها النبي قل لأزواجك
وبناتك ونساء المؤمنين. لكن لو جاء واحد يقول لنا بناتك جمع، يعني تقصد أن بناتك هي جمع، ما هي فاطمة، ما قال بنتك. يعني هنا يعني لماذا قال الله بناتك ما قالش وبنتك؟ سيجيب علينا يقول لعل المقصود بناتك يعني بنات الأمة. لا 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 لا, لا يمكن، لأنه قال ثلاثة أمور: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء ليش؟ المسلمين. طيب يبقى نساء المسلمين لو كان مقصود بالبنات بنات الأمة هذا تزايد، والتزايد لا يجوز من قبل الله في القرآن. جميل جدا جدا. إذن هذا الدليل على أن البنات بناته الخاصة. سيأتي واحد يقول هن ربائب. لا لا لا، كتب الشيعة لا تقول هذا. بل تقول أنهن بنات النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تزوج عثمان يعني بنتين. نأتي الآن إلى كتب الشيعة التي تثبت على أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج عثمان بنتيه. هذا كتاب الذي هو كتاب المبسوط في فقه الإمامية للطوسي شيخ الطائفة. نعم. ماذا يقول في الجزء الرابع؟ في الجزء الرابع المبسوط في فقه الإمامية. نعم. الجزء الرابع صفحة 159 يقول: زوج فاطمة عليها السلام عليا. نعم. وهو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وأمها خديجة أم المؤمنين، وزوج بنتيه رقية وأم كلثوم عثمان. لما ماتت الثانية قال: لو كانت الثالثة لزوجناه إياها. الله أكبر. هذا من الكتاب المبسوط للطوسي. هل يزوج النبي عثمان غصبا عنه؟ لو كان عنده ثالثة لزوجها. يعني صلى دليل الله عليه على أنهن بناته، أنه يرضى دينه ويرضى خلقه. وهكذا انظر ماذا يقول صاحب كتاب مناقب آل أبي طالب. نعم. للمازندراني، هذا المجلد الأول دار الأضواء، يقول: أولاده من خديجة القاسم وعبد الله، وهما الطاهر والطيب، وأربع بنات. ثم يقول، طب معلش نطلع الكتاب بس شوية يا شيخنا عشان نظبط معاك. طيب. لا أنا خلاص الصفحة هو جه الكتاب على بتاعها. خلاص من بداية الرواية بس، بداية الرواية شيخنا. بداية الرواية. طيب جميل. أولاده ولد من خديجة القاسم وعبد الله، وهما الطاهر والطيب، وأربع بنات. مش واحدة. ليست واحدة. زينب ورقية وأم كلثوم، وهي آمنة وفاطمة هم أبيها. هنا هذا كتاب أيضا، كتاب معتمد عند الشيعة، وهو مناقب آل أبي طالب المازندراني. أيضا التستري وهو صاحب كتاب قاموس الرجال، له كتاب اسمه منية الطالبين في حياة المعصومين، يعني تاريخ لكتاب المعصومين. نعم. يقول في صفحة 113 وهو يتحدث عن أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول فيه: انظر ماذا يقول: فصل في أولادهم عليهم السلام. أما النبي فروى الخصال، يعني الصدوق، بإسناد عن الصادق عليه السلام أنه ولد له من خديجة القاسم والطاهر وأم كلثوم ورقية وزينب وفاطمة. تلاحظ معي؟ وتزوج عثمان بن عفان أم كلثوم فماتت، ثم قال هنا ولم يدخل بها. لكن ثم ذكر هنا أنه قال: أما التاريخ فقال ابن قتيبة ومصعب الزبيري والمسعودي، وهو كتاب شيعي، بأن رقية وأم كلثوم كانتا تحت عتبة وعتيبة ابن أبي لهب، فطلقهما فتزوجه عثمان واحدة بعد واحدة. ثم نقل هنا أيضا أن في كتاب قال: وقريب منه في خبر قرب الإسناد. يعني هذا كتاب، يعني كلام كتب شيعة كلها. يعني لماذا إذن الإنكار على الإمام عثمان أنه تزوج بنتين من بنات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لما النبي عليه الصلاة والسلام زوج فاطمة هذا لفضل علي، فإذا قيل لهم إذا كان أن عليا تزوج بفاطمة فضل واحدة فعثمان تزوج اثنتين، فحاولوا أن يلغوا هذا الفضيلة لعثمان وقال لك مالوش بنات. جميل. لغوا التاريخ مع أنه وارد في الكافي وفي كتبهم. إذن هذه هي المصاهرة الأولى. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم صاهر عثمان، فهذا تزكية لعثمان. وهل يجوز النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه والمعصوم سيد المعصومين المشرع للأمة يزوج بنتين من بناته لرجل فاسق، لرجل كافر كما يقولون؟ الله المستعان. يعني المطلوب مننا نحن البشر أن نطبق الدين، والمشرع لنا الأول لا يطبق. نعم. يعني يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. هو ينصحنا: من أتاكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. ثم هو لا يطبق ذلك. هذا طعن في النبي عليه الصلاة والسلام. هم أرادوا أن يطعنوا في النبي
فلم يستطيعوا لأن الله عاصمه في الدنيا والآخرة، فطعنوا في أحب الناس إليه وفي أصهاره وأصحابه صلى الله عليه وسلم. لكن يرجع الطعن عليهم. نعم، كل طعن طعنوا فيه يرجع الطعن ما عليهم. الحلقة اللي فاتت شفت لما كانوا بيسبوا بعض إزاي، يعني لأنهم سبوا الصحابة فسلط الله بعضهم على بعض. أكيد لا شك. نعم. المصاهرة الثانية وجدنا أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه زوج بنته على عمر بن الخطاب. وهذه قضية ثابتة ثبوت الشمس في رائعة النهار لا يستطيع أحد أن ينكرها. لكن الشيعة لأنهم سفسطائيين ينكرون المحسوسات والمعلوم من الدين بالضرورة قالوا لا ما تزوج. ولهذا الشريف المرتضى يعني شنع عليهم تشنيع عجيب جدا الذين أنكروا هذا الزواج. ماذا قال الشريف المرتضى؟ نشوف الكتاب شيخ، معلش سنعرضه بعدين. هذا كتاب رسائل الشريف المرتضى، المجلد أو المجموعة الثالثة. المجموعة الثالثة ماذا يقول وهو يتكلم عن زواج عمر بن الخطاب بأم كلثوم؟ هنا تكلم قال: وإنا قد بينا في كتابنا الشافي جواب عن هذه المسألة وأزلنا الشبهة المعترضة في إنكاح، قال: أو أفردنا كلاما استقصيناه واستوفينا في نكاح أم كلثوم ونكاح ابنته عليه الصلاة والسلام من عثمان بن عفان ونكاحه هو أيضا وعائشة وحفصة وشرحنا ذلك وبسطناه. يعني يتكلم عن مسألة الزواج. ثم تكلم عنها ثم قال في آخر شيء: ولا يجوز أن يدفعه، يعني هذا الزواج إلا جاهل. أما ترى أنهم جهال هؤلاء الذين جميعهم أو معاند. وما الحاجة بنا إلى دفع الضرورات؟ يعني هذا أمر ضروري. والمشاهدات في أمر له مخرج من الدين. هذا كتاب رسائل الشريف المرتضى يبين هذا الكلام. أيضا ابن شهر آشوب المازندراني في كتاب مناقب آل أبي طالب أثبت الزواج، أن عليا زوج بنته أم كلثوم لعمر بن الخطاب. بس هم هنا كذبوا على الإمام جعفر الصادق وقالوا يعني خلي سنأتينا الكلام عليه. الفرج غصبناه. نعم، ذلك فرج غصبناه. لا، قولوا هذا لابد نعرف، لأن هذا لا يسمى زواجا أصلا، لأن الغصب والزنا لا يليق بها. هل يرضى جعفر الصادق أن بنته يزنى بها؟ لأن الغصب ما هو؟ يعني غصب ما هو زواج. نعم، الغصب ليس زواجا، لا يسمى زواج، إكراه. نحن نتكلم الآن عن الزواج زواجا شرعيا. أما الغصب لا يسمى زواجا أصلا. إذن من الذي أثبت الزواج؟ قلنا هنا مناقب آل أبي طالب للمازندراني. نعم. المجلد الثالث نشوف معلش. مناقب آل أبي طالب للمازندراني المجلد الثالث. ماذا يقول فيه؟ قال الشيخ المفيد في الإرشاد، الصفحة بس عشان ما الصفحة 300 يراجع علمائهم ومعمميهم. يقول قال الشيخ المفيد ثم قال: وصاحب الأنوار البنون 15 والبنات 18، فولد من فاطمة عليه السلام الحسن والحسين والمحسن سقط وزينب الكبرى وأم كلثوم الكبرى تزوجها عمر، وأم كلثوم الكبرى تزوجها عمر. أين هؤلاء من كتبهم؟ عمر بن الخطاب تزوج أم كلثوم بشهادة كتب الشيعة وأنجب منها وسيأتينا الكلام على ذلك حديثيا. أيضا ممن ذكره أيضا هذا الزواج التستري كما قلنا، وهو صاحب كتاب قاموس الرجال في منية الطالبين في صفحة 119. ماذا يقول في منية الطالبين في حياة المعصومين؟ يقول منية الطالبين، نعم. يقول وقال أيضا مصعب الزبيري: ولدت أم كلثوم لعمر زيدا ورقية، فتزوجها بعد عمر محمد بن جعفر فمات عنها، فتزوجها عون بن جعفر فمات، فتزوجها عبد الله بن جعفر فمات، ومثل ابن قتيبة، إلا أنه قال ماتت عند عون بن جعفر، ثم قال: وتزوجها عمر وتزوج عمر بها، وإن دلت عليه أخبار العامة والخاصة، إلا أنه كان جبرا. خلي التعليل هذا. لكن هنا نفيد أنه كان إيش؟ قائم. الزواج قائم. الزواج إن دلت عليه أخبار العامة الذي هم أهل السنة، يعني أصبح مشاع، والخاصة يعني أحاديث عند السنة والشيعة أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه تزوج أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب. نعم. ودلت أيضا الكتب الحديثية على ذلك. دلت الكتب الحديثية على ذلك. مثلا هذا كتاب التهذيب للطوسي، وهو من الكتب المعتمدة عندهم. ماذا تقول هذه الرواية في كتاب التهذيب للطوسي؟ أحد الكتب الأربعة الهامة يعني.
تهذيب الأحكام للطوسي المجلد التاسع. ماذا تقول هذه الرواية؟ يقول عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال ماتت أم كلثوم بنت علي عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب الله في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وصلي عليهما جميعا. إذن هذا دليل على هذا الأمر. طب يعني لماذا هم ينكرون هذا الزواج كذلك؟ أيضا في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي، وهو كتاب شيعي معتمد عندهم، يقول في وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء السادس والعشرون يقول عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال ماتت أم كلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمر ابن الخطاب. إذن لماذا ينكرون زواج عمر من أم كلثوم؟ ليش؟ لأنهم لا يريدون أن يثبتوا أن عمر تزوج من علي وأن بينهما علاقة ومحبة وحسن كل ده عشان الفرس. جيد. كل ذلك من أجل أن يضرب بعضهم ببعض وأن يقولوا أن كان في عداوة بين علي وغيره. كيف عملوا بهذا الزواج؟ لأن مشكلة عندهم روايات في كتبهم تدل على الزواج. ماذا فعلوا؟ أتوا بتخريجات يعني حيل للخروج من هذا الأمر. يعني أولوا كتاب الله وقالوا بتحريفه. فقالوا أولا نسبوا إلى جعفر الصادق أنه قال ذلك فرج غصبنا، وهذا لا يليق. أنت أخي محمد والإخوة المشاهدون الكرام، هل لو جاء رجل يغصب بنتك هل ستسكت؟ على الإطلاق لا يمكن. وما غصبت يوم. لو ممكن واحد جاء يغصب بنت يوم واحد خطفة يغصبها وتجلس عنده عشرات السنين حتى يموت. يغصبها وينجب منها، عفوا يجلس سنوات ليست عشرات السنين لأنه تزوجها في آخر حياته. تجلس عنده سنوات. نعم. سنة سنتين مثلا. يعني وهل هناك إنجاب في الغصب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وينسب إلى أبيه. أليس هم يشنعون على معاوية أنه نسب زياد بن أبي إليه؟ وهذا يقول زيد بن عمر بن الخطاب إذا كان سفاحا أليس الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ نعم. طيب لماذا ينسب إلى عمر إذا كان هو وحاشا وكلا ستنا أم كلثوم أن تكون كذلك. لا حول على رواية هؤلاء. أيضا في رواية ثانية عندهم قالوا أن عمر أكره عليا يزوجه فوكل علي إيش؟ العباس. سؤال: أليس التوكيل يدل على صحة النكاح؟ نعم يجوز شرعا. خلاص التوكيل يدل على صحة النكاح. جميل جدا. أيضا قالوا تخريج ثالث قالوا جنية من اليمن، أنها جنية تصورت بصورة أم كلثوم. كل هذه الخرافات من أجل أن يخرجوا من هذا الأمر. لكن وجد حتى يسيغوا لأنفسهم تكفير عمر الذي دمر دولة فارس. جيد. سنسمع الآن إلى اثنين من مشايخ الشيعة. رجل منهم يقول أن الزواج صحيح، لكن كان أن عمر هدد عليا أنه سيدعي ضده دعوة أنه سرق فيقطع يده، فعلي خاف على يده فزوجه. طب نسمع أحمد الوائلي. لا، علي آل محسن قبله. نسمع علي آل محسن. نعم. يصحح زواج عمر من أم كلثوم ولو كرها يعني. في المحاضرات السابقة وأشبعنا الكلام فيه إلى حد كبير، لكن على كل حال بنحو الإجمال أقول لك حسب دلالة الأحاديث الصحيحة أن عمر تزوج من أم كلثوم صحيح، لكن بعد أن هدد أمير المؤمنين سلام الله عليه كما دل عليه روايات صحيحة عندنا أنه هدده بأنه إذا ما وافق على الزواج فإنه سيقيم عليه شهادة بأنه سرق وسيقطع يده في السرقة. فالمسألة دارت بين حفظ الإمامة، أن الإمام هل يجب عليه أن يحفظ الإمامة أو يحفظ بنته. حفظ الإمامة أولى لأنها متعلقة بمصالح الدين، فلذلك الإمام رضخ مكره، ولهذا روي عن الصادق سلام الله عليه أنه قال ذلك. أنا مش عارف يعني على المحسن ده يعني جاب منين الرواية دي اللي بيقعد يحكيها على المصاطب، إن هو قال وهيقيم عليه ويجيب شهود ويقطع إيده ويتهم بالسرقة. اتفضل يعني. لكن التعليل أنه قال أن علي رضخ لهذا الحكم خوفا على الإمامة. الرجل مش مفكر إذا قطعت اليد بطلت الإمامة. علي لو قطعت يده رضي الله عنه وارضاه
بطلت إمامته. قال فدار الأمر بين الحفاظ على العرض والحفاظ على الإمامة. فقدم ما علاقة الإمامة باليد؟ يعني علي بن أبي طالب لو قطعت يده بطلت إمامته. يعني الرجل هذا إيش يفكر؟ لو قال الحفاظ على الإمام مش مشكلة، لكن الربط بين الإمامة وبين القط، وهذا كلام غير صحيح، إنما هو من بنيات أفكارهم أتوا به للتعليل. بل بعضهم قال، وهذا رواية ذكروا في الكافي، أن عمر هدد عليا إن لم تزوجني أم كلثوم أنا سأردم بئر زمزم. قال له خلاص لا تردم بئر زمزم أنا زوجك. ما أعرفش بيجيبها منين الرواية دي شيخ. الكذب له مصنع، يصنع روايات كثيرة. هو قال كده الراجل ده حسب دلالة الأحاديث الصحيحة أن أم كلثوم تزوجت. والزواج صحيح، لكنه قال كان مكرها. الإكراه أصلا لا يصح الزواج. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت يا رسول الله إن أبي زوجني لابن أخيه ليرفع به ضيعته. ابن أخي يعني كأنه رجل لم يكن. وجميل بيطعنوا في الإمام علي مقابل أن يرفعوا الإمام النبي عمر. أبطل فجعل لها الخيار. في حال الإكراه لا يصح الزواج. في حال الإكراه لا يصح الزواج. لهذا لابد من اعتبار رضا المرأة في ذلك. وبيعتبروا الإمام عمر أقوى من الإمام علي. في كيف يكره عمر بن الخطاب؟ بالضبط. نأتي الآن إلى رجل ثاني يقول هذا الزواج مو صحيح. ليش؟ قال لأن التعليل يقدح في علي أو يبطل، هذا يدل على أنه مفترى، يعني هو نظر إلى التعليل. نسمع أحمد الوائلي وهو يضاعف زواج أم كلثوم من الإمام عمر بن الخطاب. هل صحيح أنه زوج ابنته لأحد الخلفاء؟ لا، الرواية ما تصمد أمام النقص أبدا، لأنه الرواية بالتحليل تظهر أنها مفتعلة ما لها أصل موجود. وألفت نظر إلى بحث بقلم سي أحمد علي الميلاني نزل بالعدد 30 من مجلة تراثنا السنة. يعني من نصدق مشاهدينا الكرام؟ أخي الشيعي أنت مع من قال بلا وقال بنعم وجها لوجه. تفضل شيخ. هو نظر إلى التعليل ذلك فرج وصبنا أو لأنه أكره. فأحمد الوائلي عنده نوع من يقول لك لا يمكن علي أن يكره على ذلك، لا يمكن. فلهذا أبطل القصة. لكن نقول له لو صححت الزواج وأبطلت التعليل لكنت موفقا للصواب. لكن هو مسك بحلقه غصة إيش؟ فرج غصبناه، أنه هدده أن يقطع يده، أنه هدده أن يردم بئر زمزم. لكن كل هذه الدعايات المفتعلة لإبطال زواج عمر من أم كلثوم. طيب. فجاء واحد من آخر الدعايات في العالم قال لا مش أم كلثوم بنت علي. طيب بنت من هي؟ قال هي بنت أبي بكر. وهذا قد أبطلناه بعدة أمور. الأمر الأول أن الأصل في كلمة الابن إذا أطلق الحقيقة، والمجاز خلاف ذلك. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن محمد بن أبي بكر كان ربيبا لعلي ولم يقال محمد بن علي، فلو كانت ربيبا. الأمر الثالث أن أم كلثوم بنت أبي بكر لم تكن أمها أسماء بنت عميس. هذا أمر جديد. بل كان أمها مرأة أخرى. فإيش ماذا ذهبت بيت علي تفعل؟ يعني علي تزوج أسماء بنت عميس الذي هو أم محمد بن أبي بكر، لكن أم كلثوم بنت أبي بكر أمها امرأة أخرى، يعني ليست ربيبة لعلي أصلا. نعم. أيضا أم كلثوم بنت أبي بكر تزوجت طلحة بن عبيد الله. فكيف نقول أن تزوجت عمر وتزوجت طلحة اثنين مع بعض؟ كان في هذا كلام غير صحيح. طيب. نعم. يعني مشاهدينا الكرام والله مهما يعني تم تمويله من اليهود تارة ومن الأمريكان تارة أخرى ومن الفرس قبل ذلك، ويعني يعني لإظهار شبهات في دين الله تعالى وفي دين سيد أهل البيت محمد صلى الله عليه وسلم، ما فعلوا ذلك. هم يريدون أن يطفئوا نور الله ولن يستطيعوا ولو اجتمعت الدنيا كلها معهم من شياطينهم صليبيين وصهاينة وصفويين. هؤلاء فقط يلقون بهذه الشبهات وإنا نصمد أمامها، وهي يعني مهب الريح كالزجاج ويعني وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اعلموا أننا فقط هنا نناقش هؤلاء إشفاقا عليهم ولا نرجو منهم جزاء ولا شكورا. فاصل ونعود اللقاء بحضراتكم.
مجدد تحية لحضراتكم مشاهدينا الكرام، سلام الله عليكم ورحمة وبركاته، وأجدد ضيفكم الكريم فضيلة الشيخ خالد الوصابي الباحث في الدين الشيعي. مجدد لك تحية. أهلا وسهلا بك أخي حياكم محمد الله. والأخوة المشاهدين الكرام. حياك الله. وهذه الحلقات حول كيف كانت العلاقة بين الآل والأصحاب، وقد تواترت الأمة ويعني درجت على هذه العلاقة الطيبة التي لا تشوبها شائبة. هي علاقة محبة، علاقة مصاهرة، علاقة مدح، علاقة ثناء. يعني فكيف بقوم أتوا ليفسموا هذه العلاقة ويعني يشوهونها بما وضعوه من دين ليس من دين الإسلام، بإمامة مزعومة تم على إثرها تدمير الإسلام كاملا، من قول بتحريف القرآن لأنه لم يكن هناك آيات محكمة تذكر علي والأئمة كما ذكرت النملة والحمار والبعوضة وغير ذلك. وأيضا يعني هؤلاء القوم يتماهون ويتماشون حديثا مع المشروع الغربي كما تماشوا معه قديما. نكمل مع ضيفنا الكريم الشيخ خالد الوصابي هذه الحلقة والعلاقة بين الآل والأصحاب. تفضل شيخ. نعم، تكلمنا عن المصاهرة وختمنا بأن أم كلثوم بنت أبي بكر ليست ربيبة لعلي، لأنها ليست بنت أسماء بنت عميس، وبهذا أبطلنا الفرية التي ما فيها مرية أن أم كلثوم التي تزوجها عمر إنما هي بنت أبي بكر، وهذه كذبة عريضة ليصرفوا أن أم كلثوم هي بنت علي. طب شيخنا، يعني بدل ما هم 1000 سنة عمالين يألفوا في كتب ما وضعوا مكذوبة ما يقولوا إنهم كانوا يحبوا بعض وتخلص القصة. يعني توصل لك؟ يعني أنا أريد أن نوصل المشاهدين الكرام، يعني لماذا قالوا بكره الصحابة؟ خلاص يعترفوا أن ليس هناك هذا الكره موجود أصلا، لأن الواقع يكذب كل هذا. المشكلة أنهم لم يستطيعوا أن يجدوا رواية تكذب هذا. يقولون لم يتزوج عمر وخلاص كده من دماغهم ما استطاعوا، لأن هذا إنكار للمحسوسات. نأتي الآن إلى مسألة ثانية، تفضل، وهي مسألة التسمية. التسمية فعلي أنا وليست فعل غيري. ما في أحد سيكرهك أن تسمي ابنك باسم معين. فنجد أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يسمي أبنائه بأسماء الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان. ولهذا لو جئنا إلى ترجمة علي بن أبي طالب في كتب الشيعة لوجدنا أنه كان يسمي أبنائه بأسماء الخلفاء الراشدين. هذا كتاب الإرشاد للمفيد، وهو من الكتب المعتمدة عند الشيعة. نعم. ماذا يقول؟ قال في باب قل لهم الصفحة عشان لعلهم يعقلون أو يقرؤون. 177 الطبعة، مؤسسة التاريخ العربي للطباعة والنشر والتوزيع، من أجل يرجع إلى رقم الطبعة. باب ذكر أولاد أمير المؤمنين عليه السلام وعددهم وأسمائهم ومختصر من أخبارهم. ثم قال وهو يحددهم، قال عمر وعمر، يعني عمر الآن من أسماء من؟ أبناء علي. وعثمان رضي الله عنه. ومحمد الأصغر المكنى بأبي بكر. إذن أبو بكر وعمر وعثمان من أولاد من؟ من أولاد علي. من أولاد علي بن أبي طالب. لماذا لا تجد في حي الشيعة على الإطلاق هذه الأسماء الآن؟ سبحان ربي العظيم. إذن علي يسمي أولاده أبو بكر وعمر وعثمان. طيب نأتي الآن إلى الحسن ابن علي، كيف سمى أولاده؟ كيف سمى أولاده؟ نأتي إلى كتاب الذي هو منية الطالبين في حياة المعصومين للشيخ محمد علي التستري، مؤسسة التاريخ العربي، صفحة 120. تفضل. يقول قلت قد ذكر في مقولة الطف بأبا بكر بن الحسن. هنا لاحظ معي أبا بكر بن الحسن. ثم قال إلا أن السوري جعلهم اثنين، وقال إن عمر من أم القاسم وأبا بكر من أم إسحاق بنت طلحة، لكن الظاهر هم. فصرح أبو الفرج يعني صاحب مقاتل الطالبين الأصبهاني بأن أبا بكر من أم ولد، وأبو بكر وعمر هنا نظير أبي بكر وعمر في أولاد أمير المؤمنين. نعم. يعني هذا عنده أبو بكر وعمر وذاك عنده أبو بكر وعمر. الآن يتكلم عن من؟ قال أما أولاد الإمام الحسن. أي نعم. يتكلم عن أولاد الإمام الحسن. إذن أولاد الإمام الحسن أبو بكر وإيش؟ وعمر. مثل أن عليا عنده أبو بكر وعمر. طب والإمام الحسن كان خليفة. نعم. وقد توفي عمر وأبو بكر وعثمان، ففرضا أن علي سمى كما قال يعني أبنائه بأسمائهم خوفا منهم. ليش ما غير علي؟ طب كانوا ماتوا، الحسن سمى لي الأسماء دي. لماذا لم يغير علي أيام الكوفة؟ ليش؟ من أكرهه على أن يسمي بهذه الأسماء؟ ولهذا على رأيك لماذا وهو خليفة الأمة لم يغير هذه الأسماء؟ أو يبين للناس أنا كنت مكره أو ما إلى ذلك. أيضا نأتي إلى عائشة رضي الله عنها وارضاها.
عائشة سمى موسى الكاظم بنته عائشة. نعم. موسى الكاظم سمى بنته عائشة، وهذا في كتاب الإرشاد المفيد 296. ننظر إلى هذه الصفحة 296 وهو يسمي بنته عائشة. نعم، هذا كتاب الإرشاد المفيد عرضناه قبل قليل. نعم. يقول وهو يتحدث عن أبي الحسن موسى عليه السلام. نعم. هذا فصل 296. قال وهو يتحدث وكان لأبي الحسن من الأولاد 37 ولدا، ثم قال وإيش؟ وعائشة. نعم. يعني من ضمن الأولاد الذين ذكرهم عائشة بنت موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق. نعم. يا ثم سبحان الله. نأتي الآن إلى علي الهادي. علي الهادي عنده بنت اسمها عائشة، في نفس الإرشاد المفيد 332. هذه الصفحة 332. نعم. علي الهادي وهو يتحدث عن علي الهادي ذكر ورد أبي الحسن من المدينة إلى العسكر ووفاته بها، ثم قال ويتحدث توفي أبو الحسن في رجب، ثم قال وخلف من الولد أبا محمد الحسن ابنه وهو الإمام من بعده، والحسين ومحمد وجعفر وابنته عائشة رضي الله عنها. إذن علي الهادي عنده إيش؟ عائشة أخت الحسن. المخبول ياسر الحبيب والمخبول حسن الله ياري وغيره وغيره، يعني كيف؟ طيب قد تقول الأسماء على ماذا تدل؟ نأتي الآن إلى روايات شيعية في تعلق الأسماء بالموضوع. عندنا أن الاسم يدل على المحبة. نعم. عندنا أن الاسم يدل على المحبة حتى عند الشيعة. عند الشيعة. أنا أقرأ الآن من كتب شيعية لا أقرأ من كتب سنية. في بحار الأنوار الربعي بن عبد الله قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك إنا نسمي بأسمائكم وأسماء آبائكم فينفعنا ذلك؟ ينفعنا ذلك؟ أي والله. فقال إي والله. وهل الدين إلى الحب؟ يعني أن الأسماء تدل على إيش؟ على الحب. أيضا الأمر بإحسان اسم الولد عن أبي الحسن عليه السلام قال أول ما يبر الرجل ولده أن يسميه باسم حسن. هذا كتاب الكافي المجلد السادس. عن أبي عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحسنوا أسماءكم فإنكم تدعون بها يوم القيامة قم يا فلان بن فلان إلى نورك. طيب استحسنوا أسماءكم. هل الإمام المعصوم الذي هو علي بن أبي طالب استحسن اسم أولاده؟ سمى واحد عمر هو القدوة. طيب ليش سمى بأسماء أبو بكر وعمر وعثمان؟ ولماذا في كل تجمعات الشيعة الآن لا نجد هذه الأسماء؟ لأنهم عرفوا أنهم لو سموا دلت هذه على المحبة، لكنهم لبطل دينهم. نعم، بل يقتلون من يسمى بعمر أو من يسمى بعائشة. أصبح عندهم مجرد تهمة بهذه الأسماء. كراهة التسمي بأسماء أعداء أهل البيت، روايات في كتب الشيعة. طيب علي ليش ما طبق هذه الكراهة؟ ليش ما ابتعد عن التسمية هذه؟ عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الشيطان إذا سمع مناديا ينادي باسم عدو من أعدائنا اهتز واختل. طيب لما ينادون واحد من أولاد علي يا عمر باسم ماذا يحدث؟ يا أبا بكر، السؤال موجه لهم، هل يختال الشيطان ويهتز ولا لا؟ إذا كان هؤلاء أعداء آل البيت ليش ما يختال الشيطان؟ ليش علي سمى بالأسماء الذي تجعل الشيطان؟ علي والحسن ويعني الإمام جعفر الصادق، علي الهادي. أيضا رواية أخرى في كتبهم تدل على كراهة التسمي بالحميران. عن يعقوب السراج سأقرأها من كتاب الكافي للكليني حتى تكون واضحة للعيان. يعني أن الاسم الذي يكرهون التسمي به. فلماذا الأئمة خالفوا هذا؟ ليش؟ كتاب الكافي 367. ننظر في هذه الصفحة 367 ماذا تقول هذه الرواية عن الكراهة التسمي باسم نعم، هذه الرواية موجودة في كتاب الكافي للكليني المجلد نشوف الكافي أصول الكافي المجلد الأول. ماذا تقول هذه الرواية؟ يقول عن محمد بن سنان عن يعقوب السراج قال دخلت على أبي عبد الله وهو واقف على رأس أبي الحسن موسى وهو في المهد فجعل يساره طويلا فجلست حتى فرغ فقمت إليه فقال لي أدن من مولاك فسلم فدنوت فسلمت عليه فرد علي السلام بلسان فصيح ثم قال لي اذهب فغير اسم ابنتك التي سميتها أمسي فإنه اسم يبغضه الله. نعم. وكان ولدت لي ابنة سميتها بالحميرة. ولدت لي نعم. فقال أبو عبد الله انتهي إلى أمره ترشد فغيرت اسمها. إذا كانت الحميرة ليش كرهها؟ لأن لقب لعائشة. نعم. أما اسم عائشة الصريح سماها الأئمة.
طيب ليش الأئمة مخالفون لهذه الرواية؟ ليش موسى الكاظم سمى بنت عائشة؟ ليش علي الهادي سمى بنت عائشة؟ لماذا أبو بكر سمى أبا بكر وعمر؟ لماذا علي عفوا؟ لماذا علي سمى أولاده أبا بكر وعمر وعثمان؟ لماذا الحسن سمى أبا بكر وعمر؟ طيب ليش؟ هل هذه الأسماء يبغضها الله ولا يحبها؟ طب تسمح لنا ننوه عن بعض التليفونات، ناخذ تليفونات. لا بأس. فرصة لمشاهدينا تواصلوا معنا عبر الهاتف التي ستجدونها على الشاشة تباعا، وهذه الحلقة من كلمة سواء. تفضل يا شيخ. أيضا مما يدل على العلاقة الوطيدة بين أهل البيت وبين الصحابة المبايعة، حيث أن عليا قد بايع أبا بكر وبايع عمر، وهذه من كتب الشيعة المعتمدة أنه بايعهم. مثلا هذا كتاب الغارات للثقفي يتكلم فيه أن أبا بكر بايعه، أن علي يقول فمشيت عند ذلك، هذا صفحة 203، فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت في تلك الأحداث. ثم يقول وتولى عمر الأمر وكان مرضي السيرة حتى احتضر، قلت وفي نفسي لن يعدل، ثم أشبر أنه هنا بايع من؟ بايع أبا بكر، وبعد ذلك بايع من؟ عمر، ثم بايع عثمان. جيد. أيضا كتاب أصل الشيعة وأصولها لآل كاشف الغطاء صرح كذلك أنه بايع الخلفاء ولم يعدل عنهم. نعم. يقول في هذا أصل الشيعة وأصولها لآل كاشف الغطاء، يقول في صفحة 123 وحين رأى أن الخليفتين، أعني الخليفة الأول والثاني، بذل أقصى الجهد في نشر كلمة التوحيد وتجهيز الجنود وتوسيع الفتوح ولم يستأثرا ولم يستبدا، بايع وسالم. بايع. إذن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بايع. يبقى ما فيش بقى نص ولا أمامة ولا أحزنون، ما في هذا. أيضا في رواية عندنا في كتاب الأمالي للطوسي يقول علي بن أبي طالب أنه قال فبايعتم أبا بكر وعدلتم عني، يعني يخاطب الصحابة، يعني ليش ما جئتم إلي؟ فبايعت أبا بكر كما بايعتموه وكرهت أن أشق عصا المسلمين وأن أفرق بين جماعتهم، ثم إن أبا بكر جعلها لعمر من بعده وأنتم تعلمون أني أولى الناس برسول الله، ما قال عندي نص، يعني كان يرى نفسه أولى، وبالناس من بعده فبايعت عمر كما بايعتموه فوفيت له ببيعته. ثم قال فدخلت، ثم قال أنه بايع عثمان. كتاب الأمالي للطوسي، هذا كتاب الأمالي للطوسي. كذلك عندنا وثيقة صوتية لأحمد الوائلي وهو يقول أن عليا بايع غير مكره، مختارا، ولم يبايع مكرها على الإطلاق كما يدعي البعض أنه بايع مكرها، بل أحمد الوائلي يصرح أن عليا بايع الخلفاء طائعا. طيب نسمع وثيقة لأحمد الوائلي، علي بايع الخلفاء طائعا. بقي الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه 6 أشهر من بعد وفاة فاطمة موشكل ما بايع إلا بعد وفاتها. طيب بهالفترة ليش؟ شنو السبب؟ مو كان هو ممتنع، لا، هو لو يريد يمتنع عن البيعة يمتنع نهائيا، لأن الإمام علي سجل موقفه. شو تتنبه لي؟ الإمام علي سجل موقفه تماما بالنسبة إلى هذا الموضوع، أني أنا لو أردت أن أمتنع ما لي أحد أن يجبرني ولا يقوى، لكن أنا رأيت أن مصلحة المسلمين تقتضي أن أندمج، لأنه ما أعطي فرصة إلى الكفرة للعودة إلى أن ينصبوا الأصنام على ظهر الكعبة أو يعودوا. شاهدنا مشاهدينا الكرام هذه المقالة. في مقالة أخرى قال حسين فضل الله في هذه القناة في إحدى المناظرات، يعني حسين فضل الله قال بايع بعد 6 أشهر، علي القراني قال بايع بيعة سياسية، والباقي قال ليس هناك مبايعة أصلا من قبل علي للإمام أبو بكر ولا لأئمة الخلفاء الراشدين من بعده. مش عارف يصدق مين ونكذب مين. تفضل. هذا الدليل على أنه فعلا بايع. وحتى تجد تناقضات في كتب الشيعة، متى بايع؟ هل في اليوم الأول، في اليوم الثاني، بعد 6 أشهر؟ هذا أمر آخر. أو الحلقات اللي عملناها متى علم علي أنه إمام. أي جميل. أيضا علي يعرض على طلحة أن يبايعه، يعني توقع هذا أمر مهم جدا وخطير. لما يقول علي لطلحة مد يدك أبايعك، علي يقول لطلحة مد يا طلحة يدك أبايعك. في بحار الأنوار
قال عن إسحاق بن راشد عن عبد الحميد بن عبد الرحمن القرشي عن أبي أروى قال لأحدثنك بما رأيته عيني وسمعه أذناي لما برز الناس للبيعة عند بيت المال قال علي لطلحة أبسط يدك للبيعة فقال له طلحة أنت أحق بذلك مني. شوف الآن يعني لما يعرض علي على طلحة أن يبايعه فكيف أبو بكر وعمر إيش من باب أولى. هذا في بحار الأنوار المجلد 32 صفحة 32. إذا من هنا يتضح لنا أنه بايع الخلفاء طائعا غير مكره. وأما الروايات التي فيها إكراه وفيها ربط الحبل في العنق وفيها كل هذا من الكذب الذي كذبه الشيعة وليس له أساس من الصحة. أيضا أنه صلى وراء الخلفاء. الإمام علي بن أبي طالب صلى وراء الخلفاء وهذا ما سنثبته بالأدلة والحجج من كتب الشيعة أنفسهم أنه صلى وراء الخلفاء. من ذلك مثلا في وسائل الشيعة للحر العاملي إثبات هذا الأمر في المجلد الثامن في المجلد الثامن نعرض هذه الرواية. نعم وسائل الشيعة المجلد الثامن. نعم الثامن. ماذا يقول؟ تقول الرواية عن سماعة قال سألت عن مناكحتهم والصلاة خلفهم فقال هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذلك وقد أنكح رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى علي وراءهم. نعم. إذن علي يصلي وراء من؟ وراء الإمام أبو بكر وراء الخلفاء أو الخلفاء. نعم. وأيضا أزيدك شيء آخر قبل أن أغلق الكتاب. انظر إلى الرواية التي قبلها عن أخيه موسى بن جعفر قال صلى حسن وحسين خلف مروان. ياه دي شديدة دي. خلف مروان بن الحكم. في كتاب وسائل الشيعة للحر العاملي. انظر أيضا صلى علي وراء أبي بكر في كتاب الاحتجاج للطبرسي 115. هذه الرواية في 115 ننظر ماذا تقول هذه الرواية التي معنا. طيب تقول هذا كتاب الاحتجاج للطبرسي. نعم. تقول الرواية في المجلد الأول 115 ثم قام وتهيأ للصلاة وحضر المسجد لأنه قال فقال أمير المؤمنين قولي لها إن الله يحول بينهم وبين ما يريدون ثم قام وتهيأ للصلاة وحضر المسجد وصلى خلف أبي بكر. من هذا؟ علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب. ناخذ هادي من السعودية. السلام عليكم هادي. شيخ هادي السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. الو. أنت معي على الهواء. تفضل. مساء الخير يا محمد. مساء الخير عليك. تفضل. الو. أسمعك يا أخي أسمعك. تفضل. محمد. أنا أسمعك. تفضل. أنت على الهواء معنا. تفضل. يبدو أنه لا يسمع. لا أسمعك يا محمد. طب اتفضل أنت معنا على الهواء. اتفضل. أنا ما أسمعك أسمعك على التلفزيون بس. طيب الحق من التعليق الشيخ خالد بن ثابت. شكرا جزيلا. وأحب أن أقول أداة بس يتفهم عن الشيعة. إنه قصة الشيخ أحمد سيادات إذا كنت سمعت عنها أو زي كذا. ما فهمت. عندما جاء أولاد الشيعة في إيران أنتم سمعت عن القصة دي؟ والله أنا مش واصلني يعني ماذا تريد أن تقول لو الإخوة في الكنترول يعني استوى. طيب شكرا أخونا هادي مساك الله بالخير. يعني إذن يعني صلى من كتب الشيعة أن عليا صلى وراء الخلفاء. أين كان يصلي علي؟ كان عنده مسجد ثاني؟ هل كان يصلي جماعة ولا ما كان يصلي جماعة؟ فإذا كان يصلي وراء الخلفاء عندنا فتوى مصورة وأنا سأعرضها وأريد الإخوة أن يعرضوها لنا أمام الشاشة. هذه فتوى مختومة بختم السيستاني على أنه قال ما حكم الصلاة خلف من لم يؤمن بأحد الأئمة الاثنى عشر قال باسمه تعالى لا يجوز. يعني السيستاني يعني يخالف علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب كان يصلي وراء الخلفاء. هنا السيستاني وهذا مختوم بختمه عرضت. نعم. إذن باسمه تعالى لا يجوز. إذن كيف علي ارتكب الحرام؟ علي السيستاني يقول لا يجوز أن يصلي. هل كان أبو بكر يؤمن بإمامة الاثنى عشر؟ هل كان عمر يؤمن بإمامة الاثنى عشر؟
هل كان عثمان يؤمن بإمامة الاثنى عشر؟ فهذا السيستم يقول لا يجوز أن يصلى خلف من لم يؤمن بإمامة الاثنى عشر. هم يأخذون دينهم من أبناء المتعة ولا يأخذونه من يعني الأئمة علي والأئمة من بعده. أبو معاذ الفلوجة، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي محمد؟ بخير الحمد لله، بس أخفض صوت التلفزيون تسمعني أسرع، تفضل. نعم أسمعك. يعني نريد من الشيخ خالد بن صادق عندما سق مناظرة بين علماء الرافضة وخاصة الرافضة في العراق، يريد تقع وجها إلى وجه، ليس عقل اتصال. ممتاز. نحن جاهزون يا أبا معاذ. الشيء الثاني تفضل. الشيعة نسألهم عندما يحلفون بغير الله يستندون إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنا علي وعلي مني، يستندون بهذا القول بالحلف بغير الله. لا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحلف به. جاء في كتب الشيعة في وسائل الشيعة أنه لا يجوز الحلف إلا بالله، حتى لو كان هذا الحديث صحيح مع أنه كذب وغير صحيح. لو كان علي هو مثل النبي، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز الحلف به. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يا أبا معاذ، يا أبا معاذ، أخفض صوت التلفزيون عشان أخفض صوت التلفزيون تسمعني أسرع. السؤال الذي وجه إلى الشيعة عندكم في العراق، أولا تحية لأهل الفلوجة الأبطال الأحرار وأهل السنة كلهم في العراق، ونرجو من الشيعة أن يعقلوا ويحقنوا الدماء في العراق. إذا ما أراد أحد أن يحلف بغير الله أو يدعو غير الله أو يتجه إلى قبر من قبورهم فاسأله سؤال معروف، يعني هل علي أو الأئمة من بعدي مساوون لله أم دون الله؟ سيجيب فورا كما سألت في المناظرة 2010، قال لا هو دون الله. قلت له لماذا تترك الله في عليائه وتلجأ إلى من دونه؟ تفضل. عندما نناقشهم في دينهم نعم يريدون من أجل الله تناظرنا في أمور الدين أخلاقا نهائيا، لا يقبلون أن نناظرهم في الدين. يعني هو بص لما يلاقي نفسه مزنوق بيتحدث ويتهرب يقول لك انا مش عالم دين ولا رجل دين. عموما يا ابا معاذ، يعني من اراد ان يناظرنا لنا شرط في المناظره فلياتي بتفويض من الحوزه التي يتبعها وياتي بدرجه الاجتهاد التي حصل عليها، لاننا يعني من الان فصاعدا لن نناظر اقزامهم، انما نناظر علماءهم المحسوبون على حوزات وعنده تفويض من الحوزه قم أو النجف أو مشهد أو غيرها من الحوزات المعتمدة لدى القوم. أما أقزام فلن يظهروا على شاشة صفا مرة أخرى، وهذا عهد أمام الله إن شاء الله. شيخنا نصف دقيقة للختام، تفضل. طيب خير إن شاء الله. اتضح لنا من خلال هذا العرض وبقي كثير، لكن أردنا فقط موجزا أن عليا كان يصلي وراء الخلفاء، وأنه سمى أبنائه بأسماء الخلفاء، وأنه صاهر الخلفاء، وأنه مدح الخلفاء وأثنى على الخلفاء وجاهد مع الخلفاء وشاور الخلفاء. انتهت يعني. نعم. طيب لما هذا حال إمام الأئمة علي بن أبي طالب، فمن أين أتى القوم بكل هذا اللعن والسباب والشتائم؟ الله أعلم. انتهت الحلقة.